دلوقتي يا دكتور أنا سني 20 سنة ونظري ضعيف جدا، تقريبا ناقص 8 درجات. فإيه اللي أنا المفروض أعمله عشان أتخلص من الضرر؟ اهلا بيك يا محمد. ان شاء الله تقدر تتخلص من النضارة. عملية تصحيح دلوقتي ممكن تصلح لحد 15 درجة. سنك كويس 20 سنة، احنا بنبتدي نصحح الابصار من اول 18 سنة، بحيث ان يكون نمو جسمك يكون كله اكتمل، بحيث ان احنا لما نعمل عملية النظر ما يرجعش يضعف تاني. طب هل أنا بعد ما أعمل العملية ممكن نظري يثبت ولا يرجع يضعف تاني؟ لا ان شاء الله بعد سن 18 20 سنة بالكتير بيكون نظر ابتدى ثابت. بنتأكد من ده بنمقاس نظارتك القديمة وبنعمل لك الفحوصات بتاع القرنية ونتأكد ان نمو القرنية بتاعك ابتدى يقف، بحيث ان احنا لما نعمل العملية ان شاء الله النظر عمره ما يضعف تاني. طب إيه الأضرار اللي ممكن تقع عليا من العملية؟ أضرار العملية إن شاء الله نسبة أمان العملية دلوقتي وصلت أكتر من 99%، ودي أعلى عملية ناجحة في العالم. عملية تصحيح بتكون ناجحة جدا لو الفحص بتاع القرنية بتاعنا ومقاساتها وصلابة القرنية تسمح ان احنا نصحح الابصار. فان شاء الله لما بتشرفنا احنا بنعمل لك الفحوصات الطبية كاملة. لو الفحوصات كلها كويسة ان شاء الله بنعمل العملية ما بيكونش فيها اي ضرر او اي مشاكل ممكن تحصل. طب أنا بعد العملية سمعت إن بيبقى في بقى إجراءات مشددة جدا عليا، اللي أنا بقعد في أوضة ضلمة بلبس نضارة شمس في البيت، فهل ده حقيقي؟ لا ما بنقعدش في اي اوضه ضلمه خالص، ما بنحتاجش نضاره الشمس. ممكن في اول يومين بتلبس نضاره الشمس في الشمس لان الضوء بيكون مضايقك شويه، لكن غير كده انت بتخرج في العمليه في النور، بتمارس حياتك بشكل طبيعي من تاني يوم، مفيش اي مشاكل او اي خوف خالص. طب بالنسبة لموضوع الزغلله اللي بيقابلني بعد العملية؟ الزغلله بعد العمليه بيكون في بعد العمليه 6 ساعات زغلله وشبوره. بعدهم احنا ان شاء الله النظر بتاعنا بيبتدي بيتحسن تدريجي. على مدار اول اسبوع الزغلله والشبوره بتبتدي بتتحسن، ممكن بتطول مع بعض شويه في اول اسبوعين 3، لكن هي في الاخر بتختفي وبترجع الرؤيه بتاعتنا طبيعيه خالص و6 على 6 زي النضاره بتاعتنا. طب أنا دلوقتي عندي عين ضعيفة عن التانية وفيها كسل، هل ممكن نظر بعد العملية يوصل 6/6 زي العين التانية؟ لا بص، جميع انواع عمليات تصحيح بتكون زي النضاره بتاعتنا. لو احنا بنشوف بالنضاره بتاعتنا 6/6، بعد العمليه بنشوف 6/6. العين الضعيفه بنصلحها زي النضاره بالظبط، ما بيكونش فيها زياده، غير لو كانت مقاساتها كبيره جدا ما بنقدرش ان احنا نحطها في النضاره مقارنه بالعين التانية. فاكيد بعد الليزك او عمليات تصحيح عامه بتكون الرؤيه افضل من النضاره. طب دلوقتي يا دكتور أنا الفحص بتاعي يسمح إن أنا أعمل عمليتين، الفيمتو والليزك، فهتبقى إيه الأفضل ليا؟ بص مبدئيا الاتنين نفس النتيجة بتاع الرؤية، مفيش أي اختلاف خالص. كل الاختلاف هو في تكنيك العملية. إن في الليزك أنا برفع أول شريحة من القرنية بيبقى ليه احتياطات أكتر من الفيمتو. الفيمتو سمايل أفضل لأن فترة النقاهة بتاعته بتكون أقل، ما بيبقاش فيه أي تدخل جراحي، تقدر تدعك في عينيك تمارس حياتك من نفس اليوم. لو أنت بتلعب كورة أو بتمارس رياضات عنيفة وبخاف إن أنت تخبط في عينيك، فطبعا إن أنا ما أعملش أول شريحة في القرنية ده بيكون أفضل بمراحل. طب دلوقتي بالنسبة للجفاف اللي بيحصل بعد العملية؟ بالنسبة للجفاف اللي بيحصل بعد العملية ده بيكون بشكل مؤقت، بنعوضه بان احنا بنكتب قطرة للجفاف بنستمر عليها اول فترة بعد العملية، وبيبتدي الجفاف 90% منه بيختفي في اول اسبوع بعد العملية. بعد كده ان شاء الله بنستمر على القطرة فترة معينة، وان شاء الله بعدها بتلاقي الدنيا كويسة. طب دلوقتي يا دكتور أنا لو عملت العملية ونظري رجع ضعيف تاني، هل أقدر أعمل عملية تاني؟ بنقدر نعمل عملية تاني بس ما بتكونش نفس الخطوات. احنا يا دوبك بنعمل عملية تقوية بالليزر، ودي بتكون عملية سهلة، ودي ما تقلقش مش هنكلفك فيها فلوس، بتكون تبع حساب المركز. دلوقتي يا دكتور إيه الحاجات اللي أنا المفروض أعملها قبل اليوم اللي قبل اليوم بتاع العملية؟ كل المطلوب منك ان احنا لو بنلبس عدسات لاصقة فاحنا بنوقفها 3 ايام قبل العملية. بالنسبة للسيدات بنوقف الكحل والمكياج خالص في ال3 ايام دول. بتيجي واكل وشارب عادي مفيش اي مشاكل لان العملية بتتم بدون تخدير. بتيجي بتشرفنا بنعمل لك الفحوصات كلها وان شاء الله بتدخل العملية نفسها حوالي 5 دقايق، بتعمل عادي وانت صاحي مفيش اي مشاكل او اي وجع. بعدها بنديك التعليمات والقطرات وبتروح بيتك. بعد العملية ب6 ساعات بيبتدي الرؤية بتاعتك بتتحسن، ببتدي بشوف كويس، من تاني يوم هتقدر تمارس شغلك عادي. طب أنا دلوقتي يا دكتور هل بعد العملية بحتاج ألبس نضارة أشيل قراية؟ لا نضارة القراية دي شيء منفصل. أي شخص بعد سن 40 45 سنة بيحتاج نضارة القراية، سواء عملنا عملية أو ما عملناش، كنا بنلبس نضارة أو ما بنلبس. دي حاجة مع تقدم السن بحتاجها بس في القراية لو أنت سنك تجاوز 40 بس. لكن نضارة البعيد اللي أنا بشوف بيها 6/6 بتاع المشي والسواقة والحركة العادية والتلفزيون، لا دي اللي احنا بنستغنى عنها تماما وإن شاء الله مش بنرجع لها تاني. لو عندك أي استفسار ممكن تكتبه في التعليقات تحت وإن شاء الله هرد عليك في أقرب وقت.